أنا مثلكم من أشوف هيك فيديوهات كل شيء يصير لي واهس إنه أقوم للبيت حتى لو كانت ما عندي طاقة. أغلب البنات يكتبوا لي أنتي دائما فلوقاتك من البيت، لأن بصراحة هو هذا واقعنا. هو أكو أحلى من البيت، أكو أحلى من الهدوء، أكو أحلى من الراحة. هو الشارع شنو اللي يبي. المهم بلشت التنظيف بالصالة. سووا هاي الخبطة من تردون تنظفون مي حار كل شيء يشوي ومعطر بالليمون وتمسحون به كل الأخشاب وكل التخم وكل القماش اللي عندكم. راح تظل الريحة معشعشة بالصالة أو بالمكان اللي أنتم نظفتوه، وينطي لمعة للأخشاب وفد ريحة طيبة. هاي دائما الخلطة أسويها خاصة من تكون أكو مي الحار يسحب كل الطاقة السلبية، كل الوسخ، كل التراب. وهيك من تسوي لك فنجانة أو طاسة تبين بيها التراب وترجعين تنظفين، حتى لو ماكو وسخ راح يطلع لك وسخ من جوا القاع. وهذا كان روتيني البسيط اليومي لليوم. رتبت ونظفت الصالة مثل ما تشوفون. بقت لي بس الشجرة ان شاء الله بس ابو جوليا يفرغ لي، لان كلش عملاقة وكبيرة وما اقدر لها وحدي حتى يرجعها بالكرتون. وهيج تقريبا اغلب الشغل خلصته. بقت لي بس المطبخ، اشيل هاي القلاقيل والزعابيل مال رأس السنة احطهم بالكراتين. كملت تجهيز طلباتكم لليوم. بسم الله ما شاء الله. اني انظف منها المجهزات يجهزون، ولازم بالاخير اني اشارك لان لازم اكو كم طلب اني اطلعه، خاصة الطلبات العملاقة اني كلها اجهزها بنفسي. تشوفون اليوم كليته عبارة عن تعب، عبارة عن شغل. انا اقول الف الحمد لله والشكر على نعمة الانشغال، الف الحمد لله والشكر على كل شيء. صح اني كلش تعبانة وممكن طاقتي مرات تخلص، مرات اتعب، بس هذا التعب كليته لاجل عائلتي ولاجل بيتي، فالحمد لله.